ان شاء الله. طيب شايف ان مصطفى زيكو يكون بديل مرموش ولا حمزة عبد الكريم لا، انا شايف اللي مصطفى زيكو. كفيرويد؟ لان انا عن نفسي ما مش حابب اللي مرموش يلعب مهاجم وهمي. امم. انا حابب اللي مرموش يلعب هاف ومصطفى زيكو امم. يبقى بديله، والاتنين بيضموا مع المهاجم مع لو الكرة المهاجم جاية من برضه. ناحية الهاف رايت. اه. امم. فاتمنى ان مصطفى زيكو برضو من اللعيبه، على فكره متابعه كويس واخوه صديق شخصي ليا، فانا كنت بجد متابع حلو. زيكو من قبل ما يروح بيراميدز. كنت اها. اتمنى ان هو يجي الزمالك. اها. فلعيب مجتهد ولعيب كويس ولعيب بيحب الملعب وبيحب الكوره امم. يعني ربنا برضو كرمه من اللعيبه اللي ربنا كرمها مع المنتخب. اكيد اكيد. طيب لو تنصح كده اللعيبة نصيحة كده قبل المباراة، يمكن المباراة دي قبل المواجهات بقى الرسمية، مم. وندخل بقى المجموعة، تقول لهم ايه يعني؟ قال لهم افصلوا اي حاجه انتوا امم. بتفكروا فيها، سواء بقى مع الانديه، مع التعاقدات، اي حاجه انسوها خالص. انزلوا امم. كاس العالم او انزلوا ماتش النهارده اللي هو البدايه. العبوا بشخصيتكم، العبوا بشخصيه منتخب مصر، امم. العبوا بالسبع نجوم اللي على التيشيرت معاكم، اللي انتوا رايحين ليكوا تقلكم ليكوا وزنكم في القاره. امم. كل منتخب ليه وزن في القاره بتاعته، فانتوا الاول على القاره بتاعتكم. امم. ننزل نلعب بشخصيتنا وان شاء الله نقدم مباراه كبيره زي مباراه البرازيل مع كابتن حسن شحاته، ربنا يديله الصحه. يا رب ونعمل مباراه طبعا. كبيره معاهم ان شاء الله طبعا. النهارده.